يلا بينا بقى بمناسبة العام الدراسي الجديد نعمل فطاير كده للفطار الصبح تكون سهلة ولذيذة وحلوة كمان. زي ما انتم ما شايفين كده. طبعا الاولاد الصبح بيكونوا صاحيين مش قادرين ان هم ياكلوا اي حاجة خالص، فاحنا هنعمل لهم حاجة سهلة وكمان جميلة وطعمها حلو وفي نفس الوقت مغذية. زي ما انتم ما شايفين كده بدأت ان انا اجيب المكونات كلها. معايا كيلو دقيق ومش هستخدمه كله وهوريكم دلوقتي، وكمان معايا ملح وكوباية كده من الزبادي بلدي او مبسترة عادي جدا، ومعايا خميرة فورية وهي دي الأساس، مش فورية أسفة، الخميرة البيرة مختلفة تماما طعمها في المعجنات عن الخميرة اللي هي الفورية. ومعايا بيكنج باودر ومعايا كوباية من اللبن، وكمان هحط كمان معلقتين من السكر. زي ما انتم ما شايفين كده نستعين بالله ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونبدأ ان احنا نعمل معانا قرص جميلة وهشة وطعمها تحفة وكمان مغذية وحلوة قوي. الخميرة البيرة دي يا جماعة حلوة قوي قوي قوي، بتخلي المعجنات عندك ليها طعم تاني مختلف تماما عن اي خميرة فورية انت جربتيها. دي بتتجاب منين؟ انا الكمية اللي قدامكم دي انا جايباها ب5 جنيه من عند الفرن، من اي فرن بتاع عيش فينو بقى ده هتلاقي عنده الخميرة الفورية دي، الخميرة البيرة اسفة، حلوة قوي يا جماعة وتحفة جدا. هنا طبعا كان مديهالي مفرولة شوية ولكن هي بتبقى متماسكة كده على بعضها. تحفظيها ازاي يا ست الكل؟ انا هقولك هتحطيها في الفريزر وكل ما تيجي تعملي معجنات هتستخدميها. زي ما انتم ما شايفين كده انا مع كيلو الدقيق انا ما استخدمتش الكيلو كله، فانا استخدمت يعني كيلو الا ربع كده بالظبط. فانا حطيت كده معلقة كبيرة من الخميرة البيرة وهربها كده كويس قوي قوي، لان دي لازم طبعا مختلفة عن الخميرة الفورية. هتفضلي ان انت تقلبي فيها مع كوباية لبن دافي. قلبتها كده كويس قوي، واول ما خمرت كده معايا اختبرتها جميلة وريحتها تحفة مختلفة تماما بصراحة عن الخميرة الفورية. فاول ما اختمرت كده معايا كده خلاص هي كويسة معايا، فانت لازم تختبريها سواء فورية او غيرها. حطيت كده كوباية كده من الزبادي، زي ما انتم ما شايفين زبادي بلدي او مبسترة عادي جدا. وحطيت طبعا معلقتين من السكر، كنت حاطه معاكم اول معلقه وبعد كده زودت معلقه كمان. هبدأ ان انا اقلبهم برضو كويس قوي. وانزل دلوقتي بقى بالكيلو الا ربع من الدقيق. زي ما انتم ما شايفين طبعا ده دقيق جميع الاستخدامات، بتجيبيه من عند اي عطار بس يكون عطار نظيف. نوع دقيق عن دقيق بيختلف بصراحة في السوائل، بيختلف في المعجنات. حطيت طبعا رشة من الملح. والله قد ايه مكونات سهلة وجميلة، وطبعا كل الاولاد الصبح يعني كلهم بلا استثناء هم بيبقوا مش عايزين يفطروا الصبح، فنعمل لهم قرصة خفيفة مع كوباية شاي بلبن، مع كوباية يعني قهوة باللبن، قهوة ايه، كاكاو باللبن اسفة. فبتكون جميلة وحلوة قوي. بيكونوا مش حابين اصلا ان هم ياكلوا اي حاجه، فدي خفيفه وحلوه. وكمان لو حابه ان انت تصغريها انا عملت منها الصغير وعملت منها الكبير، وكمان عملت منها اللي زي الكرواسون كده علشان ياكلوها. بنحب ان احنا ندلعهم برضو. وان شاء الله هعمل لكم برضو مخبوزات تانية، يعني ممكن تعملي كل اسبوع كده كيلو من الدقيق وتصغري حجم القرصه. شوفي دلوقتي القرصه دي بتجيبها بكام من بره، هتعمليها في بيتك ونظافه وحلوه وريحتها في منتهى الجمال اللهم بارك. انا بقى استسهلت وجبت عجوه جاهزه، فانت تقدري لو عندك شويه بلح كده مستويين حلوين اعمليهم كده في معلقه سمنه وحطي كمان معاهم معلقه سمسم. هنعلي طبعا القيمه الغذائيه وهيكون في منتهى الجمال وزي الفل. انا استسهلت عشان مفيش وقت، عملتها قبل المدرسه بيوم علشان ياخدها معاه الصبح، وحطيتها معاه طبعا في اللانش بوكس، فرح بيها جدا. يلا نقول بقى المكونات تانية مع بعض. حطيت كيلو الا ربع من الدقيق ومعاهم معلقة خميرة بيرة، وكمان معاهم معلقتين من السكر، وكوباية من اللبن دافي، وربع كوباية من الزيت، وكوباية من الزبادي على كيلو الا ربع من الدقيق. وبدأت ان انا اخلطهم كويس، وطبعا حطينا ذرة من الملح وعجنتهم كويس قوي. القرصة بتاعتك هتكون حلوة لما تعجنيها كويس. حابة تحطي زيت سمنة بدل الزيت، زبدة اي نوع انت حابة حطيه، يعني الاتنين هينفعوا السمنة او الزيت. زي ما انتم ما شايفين كده انا عجنتها كويس قوي. والاكياس دي يا جماعة حلوة جدا، حطيتها في مكان دافي عندي، سخنت الفرن وحطيتها فيه. وشايفين الاكياس دي بجد حلوة قوي، عايزة اكلمكم عنها، مش بتخلي اي ريحة لاي حاجة ولا لاي معجنات. لو حطيتي اي اكل عندك في التلاجة
بيفضل محتفظ بنفسه كده، مش بيلقط اي ريحة خالص. اللهم بارك يا جماعة. اي عجينة معجونة معايا بالزبادي او الرايب بتكون حلوة جدا. انت تقدري تستغني عن كوباية اللبن اللي انا حطيتها، بس تضيفي كوباية زبادي. حلوة قوي قوي قوي، بتخلي العجينة معايا زي ما انتم ما شايفين. اللهم بارك. هنا اختمرت معايا وبقت زي الفل. هبدأ ان انا اقطعها كده ايه بالسكينة كده، يعني على حسب ما انا ما عايزاها تبقى متقطعة كبيرة هقطعها كبيرة، صغيرة زي ما انتي ما حابة. انا هنا بصراحة ما قلت بقى مش لسه هجيب الميزان وهوزن عليه كل قرصة لوحدها، لا انا عملتهم كلهم كده بطريقة عشوائية خالص. عملت منهم الكبير وحطيت، وطبعا حشيت العجوة سهلة كده كمان لانها جاهزة معايا، فما اخدتش وقت المعجنات دي خالص معايا. زي ما انتم ما شايفين كده، بتكون طبعا العجوة عندي على قد القرصة نفسها. ما شاء الله العجينة طرية جدا وحلوة. هتخدمي العجينة كويس. انت على فكرة ممكن ما تكلفيش العجينة اي حاجة اصلا، بس تاخدي منها نتيجة حلوة بمكونات بسيطة خالص. زي ما قلتلك تقدري تعجني بمية دافية، يعني بمية دافية هتكون زي الفل، واللهم بارك هتبقى حلوة جدا. وزي ما انتم ما شايفين كده يعني العجينة معايا حلوة قوي. هي كوباية الزبادي او عندك كوباية لبن رايب بتكون حلوة في المعجنات. اي نوع معجنات بتعمليه حطي معاه كده ايه التركاية دي، كوباية من الزبادي او رايب. بصوا العجوة، عايزة اوريكم ان هي حلوة، بس انا طبعا ما بفضلش الى العجوة الجاهزة بصراحة يعني. اللي جرب العجوة اللي في البيت مختلفة تماما عندي، ولكن دي سهلة وحلوة وطعمها حلو. حطيت بقى كده في كل قرصة دي. اول حاجة انا عملتها كانت تخينة شوية، يعني كبيرة، القرصة كبيرة. زي ما انتم ما شايفين كده انا بحط العجوة في النص وببدأ ان انا ابططها كده بايديا، ما فيهاش اي حاجة، ما بتاخدش اي وقت خالص. اللهم بارك، تحفة جدا. لو وصلتي معايا هنا لحد هنا ما تفصليش طبعا. صلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. ربنا يبارك في ولادنا ويحفظهم، ويا رب يجعلهم ذرية صالحة، اللهم امين. وتشوفوهم زي ما انتم عايزين في احسن الحال يا رب. طبعا حطيلي لايك وما تنسوهوش، وحطيلي الاشتراك الحلو بتاعك لو انت لسه ما اشتركتيش معايا، وشجعيني كده بدعوة حلوة من قلبك. زي ما انتم ما شايفين كده حطيت العجوة في قلب القرصة كده معايا في النص، وما تقلقوش خالص مش بتطلع بره ولا اي حاجة خالص. حابة تعملي القرص دي كده بالسكينة تديها فتحتين من فوق زي بتاعة الافران، بتكون حلوة برضو. ما شاء الله عليها، تحفة وجميلة قوي. شوفي دلوقتي علشان تجيبي القرصة دي من بره هتجيبيها بكام، وطبعا حاطين فيها حاجات مهدرجة ووحشة جدا، لكن انتي في البيت عاملاها بطريقة حلوة وسهلة. وطبعا لو جربتوا الخميرة البيرة دي حلوة، وهتدعولي عليها بجد. بصوا العجينة عاملة ازاي، قطنية جدا وهشة قوي. دول بقى هعمل فيهم ايه، معايا 3 كده فاضوا، راح ابني ربنا يبارك فيه ويحفظه ويجعله ذرية صالحة يا رب، اللهم امين، ويحفظ اولادكم. دخل قال لي يا ماما انا عايز كرواسون، لما لقاني بعمل معجنات. ولكن انا في فيديو تاني هعمل لكم كرواسون بيكون حلو قوي، وكمان مش هنكلفه زبدة كتير ولا هنكلفه حاجات كتير برضو. هعمل لكم عجينة اقتصادية ان شاء الله بامر الله. ربنا يدينا ويديكم طولة العمر ان شاء الله باذن الله، لو عشنا واحيانا ربنا. لو مت بقى وقولوا ربنا يرحمها. فهنعمل ان شاء الله باذن الله الكرواسون بطريقه سهله برضو ومش مكلفه على قد ما نقدر. دخل قال لي بقى يا ماما انا عايز كرواسون، فرحت عملت له القرصه دي كده بالعجوه برضو، ما حطيتش شوكولاته ولا اي حاجه، عملتها له كده زي الكرواسون. كان شكلها حلو وكان فرحان بيها وطاير بالفرح. بجد حلوه جدا ومغذيه للاطفال. بس طبعا هما بيحبوا دايما الاشكال، يعني لو عملتي المعجنات دي اشكال حتى لو مش بيحبوها هياكلوها، لان هتعجبهم شكلها. انا اسفه طبعا ان الفيديو طال عليكم، وانا مش بعدت ان انا بعمل فيديو طويل، ولكن حبيت اوريكم كل التفاصيل. انت تقدري تعملي المعجزات والله في البيت، وكمان بامكانيات على قدك خالص. شايفين الجمال حلوه ازاي. انا هعمل ال3 مع بعض علشان اوريكي ايه الفكره. بتجيبيها كده وبتفرديها على الرخامة نضيفة وزي الفل. واهم حاجة في الرخامة يا بنات تكون متعقمة معانا. متعقمة ازاي؟ هعقمها ازاي؟ طبعا بخل. بتعمليها بالخل علشان المعجنات دي بتلقط اي حاجة بسرعة. فانت طبعا لازم حاجتك اللي بتعملي عليها وحاجة هتاكليها نضيفة في البيت تكوني معقمة حاجتك. زي ما انتم ما شايفين فردتها كده بالطول.
ما كانتش محتاجة معايا نشابة ولا اي حاجة، ولكن انت لو عايزاها تعمليها بالنشابة تكون افضل يعني. انا عملتها بايديا لان العجينة ما شاء الله حلوة قوي. انا جبت العجينة وفردتها كده، وجبت السكينة وعملتها كده ايه شرايح، بس مش بوصل بيها للاخر. وبعدين بجيب العجوة وبحطها في اول العجينة، في طرف العجينة من اوله، وببرمها كده عليها، وفي الاخر بتطلع معايا شكلها حلو، وبتبقى شبه الكرواسون كده بالظبط. شايفين ما شاء الله حلوة جدا. بتبدأي ان انت كده تقفلي العجينة من تحت. طبعا ايديا ايه ملغوصة كلها عجوة، بحاول ان انا مع كل مرة ان انا اعملها بالمنديل. زي ما انتم ما شايفين بقفلها كويس قوي على ان لسه هتخمر معايا عشان ما تفتحش مني. فبحطها اخر واحدة معانا. وصدعتكم، انا اسفة عن الفيديو طويل قوي، بس حقكم عليا والله. انا قلت اوريكم كل الخطوات اللي انا بعملها واحدة واحدة. ببدأ ان انا افردها كده. طبعا دي صغيرة، دي اخر واحدة في العجينة كانت صغيرة. انت عايزاها كبيرة عايزاها صغيرة، الحجم ده بيرجعلك انت وحسب اولادك بيحبوها ايه. يعني في اطفال تقولك لا انا عايزة القرصة الكبيرة، لا انا عايزة القرصة الصغيرة الحلوة دي. فزي ما انتم محبين، ده بترجع لكم انتم. انا عملتها كده بطريقة عشوائية خالص، وبدأت ان انا احط فيها عجوة. المهم ان انتي بتحطي حاجة في اللانش بوكس بتاع اولادك مغذية وحلوة، مختلفة عن الشيبسي والكاراتيه والحاجات دي. على فكرة الحاجات دي احنا بنجيبها برضو، بس بنجيبها قليل قوي يعني مش كتير. اول ايام بس عشان يفرحوا كده بالمدرسة ويبقوا مبسوطين ان هم بيشتروا من الكانتين. ولكن بعد كده بنحاول ان احنا نخفف من الحاجات الضارة دي علشان المواد الحافظة. ونعمل لهم فشار مرة، نعمل لهم اللي هو الفنكوش ده مرة. الحاجات المعجنات السهلة الجميلة، كرواسون بالشوكولاتة. ان شاء الله هعمل معاكم حاجات كتيرة اوي للمدرسة بأمر الله، بس شجعوني. انا هنا زي ما شفتوا كده حطيت معلقة من العسل وحطيت لبن علشان الوش بتاعي ادهنه ويطلع معايا لونه حلو. عايزة تتغاضي عن الخطوة دي مفيش اي مشكلة، حطي صفار بيضة ومعاها فانيليا وشوية من الخل. علشان بس انا ما بحبش في المعجنات، يعني ما بحبش قوي ريحة الصفار البيض. بيدي زفارة مهما تحطي فانيليا بصراحة، بيدي زفارة مش بيكون حلو. فالعسل، معلقة العسل مع اللبن هتديكي لون حلو برضو. لو ما لونش معاكي في الفرن افتحي الشواية حاجات بسيطة، هتديكي برضو لون حلو قوي. انا دخلتها في الرف اللي في النص في الفرن، واول لما خرجت رحت رشيت عليها ببخاخ كده ميه على طول وهي سخنه، ولفتهم كلهم مع بعض جنب بعض كده. رحت حاطه عليهم فوطه تكون قطن كده حلوه. ليه بقى؟ علشان تحتفظ بالطراوه بتاعتها وتبقى طريه وجميله. وهنا طلعت معايا من الفرن وزي ما انتم ما شايفين اللهم بارك، تحفه جدا. ربنا يحسن ما بين ايدينا يا رب، اللهم امين. من كيلو الا ربع من الدقيق انا عملت يعني شويه حلوين. انا ما وزنتهمش بصراحة طبعا لان انا ضايفه لهم عجوة، فهيبقوا كتار معايا على الميزان، ولكن هم فعلا عملت معايا كمية حلوة جدا. يلا نفتح واحدة ونشوفها مع بعض. على فكرة غير اللي احنا اكلناه يعني بالهنا والشفا، واحنا اكلنا كتير قوي واحنا واقفين، يعني ما شاء الله عملت لي كمية كويسة جدا. بصوا بصوا طريقة قد ايه، ولا العجوة يا جمالها يا حلاوتها ولا ريحتها. ريحتها في منتهى الجمال يا جماعة والله بجد. اعملوا الحاجات الحلوة دي في البيت، راضي يعني راضي كده اطفالك، شوفهم هم بيحبوا ايه واعمليه. حتى لو نص كيلو دقيق هيطلع معاكي كمية حلوة. انا هنا مكبرة القرصة، انت تقدري ان انت تعمليها صغيرة خالص. اسيبكم في رعاية الله، وربنا يحفظ اولادنا كلنا.